السيدة المسنة التي طلبت أو أوكل الملك عبد العزيز نفسه نيابة عنها في المحكمة، واسمها فاطمة بنت عبد الله الشافعي، وكانت في الطائف عندما حدثت معركة الطائف وتوفى فيها زوجها. وجدت من أقارب زوجها من استولى على ممتلكاتها، وأصدر من المحكمة حكما يقضي بملكيتهم له، فانزعجت فقيل لها هناك حاكم جديد لمكة اذهبي إليه. قالت أين هو؟ قالوا لها في السقاف، فذهبت مشيا إلى هناك، والملك عبد العزيز رحمة الله عليه خارج من القصر، فصارت تصرخ يا عبد العزيز يا عبد العزيز بلهجتها البدوية العفوية، فاقتربت منه قالت له يا عبد العزيز قتلت رجالنا في الطائف وأتيتم إلى مكة لتنهبوا أموالنا. فاستغرب الملك عبد العزيز وهدأ من روعها وقال لها إيه القصة، إيش اللي حصل؟ قالت له نزلت من كذا كذا ووجدت الأملاك، وقاضي من قضاتك الذين وضعتهم في المحكمة حكم بالظلم، فطلب من بن جماعة وهي تتذكر اسمه هات قرطاس بن جماعة وقال اكتب إلى القاضي فلان الفلاني أنا وكيل هذه السيدة شرعا أمامك. أخذت الورقة وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا تعرف ما بها. قالت له ما هذه الورقة؟ قال لها خذي هذه الورقة واذهبي للقاضي بها. وذهبت إلى القاضي. القاضي دخل، وفي كل مرة كانت تدخل إليه كان يطردها ويهددها بالعسكري، أخرجي لا تجي، أخرجي لا تجي. المرة هذه جاءت متسلحة بورقة فيها ختم عبد العزيز، وقالت له جبت لك ورقة من سيدك بلهجة عفوية. فتح الورقة وهو جالس، عندما رأى ختم عبد العزيز وقف على رجله وحط الورقة على راسه، كما قالت له بلهجة عفويتها ولهجة الله أكبر عليك، خفت من عبد العزيز وما خفت من رب عبد العزيز. هذه قصة تاريخية لأنها شهادة تدل على عظمة الملك عبد العزيز وعلى حكمته وعلى حلمه.